سيداتي سادتي، مرحبا بكم في موضوع جديد يتعلق بخرجة نائبة آخنوش بأكادير. يبدو أن بعض المسؤولين ما زالوا يعتبرون الإدارة حديقة خلفية لهم ووكالة بدون بواب. آخرها تصريح نائبة آخنوش في أكادير التي فاهت بعبارة نابية مفادها لما عجبو الحال يمشي بحاله. خطاب أعادنا لنظام الحكم في آتنا الذي يقسم المواطنين لمقامات: المواطن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. فعندما ضاقت السبل بعبد الرحمن اليوسفي قال قولته الشهيرة: أرض الله واسعة، بطريقة راقية وحضارية بعيدة عن السوقية والابتذال. لكن يبدو أن هذه السيدة تناست أنها وجدت أصلا لخدمة المصلحة العامة ولا تملك حق مصادرة حرية الآخرين. فالحرية حق إنساني كوني ولا أحد يستطيع امتلاك الحقيقة، فالمواطنة الصادقة هي المحدد للنوايا. وما عمرك في التاريخ ديال مدينه اكادير ان شي جماعه كملت البرنامج ديالها، وهاد الجماعه كملاتو وغادي تكملوا ان شاء الله، وحنا غاديين في الطريق. اللي بغى يعجبو الحال مزيان، اللي ما عجبوش يخوي مدينه اكادير يمشي يبكي في شي مدينه اخرى، ولا يمشي يجمعوا ليه الفلوس يمشي لشي بلاد اخرى الا بغى يمشي لها. ولكن جماعه اكادير كنهنيكم، وانا كنفتخر لاني كننتمي لهذا الجسم ديال جماعه اكادير، وكنشكر الاخوان ديالي وافتخر وافتخر وافتخر.